حبايبي الحلوين، النواعم الجميلة الكحك دايما تلاقيه في اي مناسبة، في فرح او في عيد نعمله. يلا نشوف هنعمل الجمال ده ازاي على اصوله بطريقة حلوة وسهلة جدا. شايفين جميل مفتح وحلو ازاي؟ هنجيب اهم حاجة اختيار الخامات. نجيب سمنة كويسة تكون طعمها ظاهر، ويكون دقيق حلو بتاع البسكوتات والكحك. هنا كيلو دقيق حاطين عليه معلقتين كبار سكر بودرة وذرة ملح طبعا، ومعلقتين كبار سمسم محمصاهم قبل كده. ولو عايزين تحطوا ريحة الكحك حطهم، بس انا ما بحبش احط فيه الكحك بحيث انه بقى مخبوزات. وده مقدار 500 جرام او نص كيلو سمنه بلدي سيحتها ونزلت عليه على الدقيق. المرحله دي مهمه جدا يا جماعه، ان انا ابس الدقيق كويس جدا. ابسه يعني ايه؟ زي ما انتم شايفين كده بايديا، ابدا اغلف الدقيق كله بالسمنه لحد ما تشربه ويعتبر بقت عجينه. هنا يحتاج معايا سوائل ضعيفه جدا، حوالي كوبايه الا ربع لبن على ميه دافيه. فانا حطيت هنا خميره فوريه حوالي معلقه كبيره، اختبرتها وحطيتها. وبعد كده هكمل بحوالي، خدت كمان معايا كوبايه الا ربع ميه على لبن دافيين. والم بس العجينه، الم واشرب. اول ما اشوف اجرب كده اعمل التست ده، لو لقيتها ما شققتش معايا يبقى هي كده ناجحه جدا العجينه. انا هنا حشيت بملبن وحطيت عليه معلقه سمنه بلدي، وعجنته كمان بشويه مكسرات زي ما يعجبك، عين جمل، لوز، سوداني، اللي يعجبك. وتقطع الكحكايه تكون كده حجمها متوسط، ما تكونش كبيره. واحط فيها الملبن، وشايفين ادور كده بايديا على كف ايدي، شايفين الجمال. واقوم جايه بالمنقاش، بالبصامه، باي شكل يعجبك عندك اعمليه، اي رسمه. هي الغرض من الرسمه انها تشيل معايا السكر البودر. شايفين؟ واقعدي بقى كده فنيني كده انت والولاد في البيت، وفرحي البيت كده بريحه المخبوزات وريحه العيد لحد ما يتملى خالص. واسيبه شويه يرتاح شويه، وادخله الفرن على درجه حراره 180 في الرف، يكون قريب شويه من ارضيه الفرن. هيطلع معاكي باللون والجمال ده، والرسمه ما راحتش ولا حاجه، وشكله وريحته جميله جدا. طبعا ما بسكروش الا قبل العيد بيوم او يوم الوقفه، بس انا طبعا سكرت حبه وحبيت ادوق الجمال ده. مقولكوش طعمه رائع جدا وريحته جميله، وشايفين شكل الملبن فيه رائع.